كم مرة منعت نفسك من البداية لأنك حسيت إنك مش جاهز؟ يمكن كنت عايز تقدم على شغل جديد، تبدأ مشروعك، أو حتى تهتم بنفسك أكتر، لكن دايماً في حاجة بتوقفك. الحاجة دي اسمها وهم الكمال. الحقيقة، الكمال فخ. لو فضلت مستني اللحظة المثالية أو الظروف المثالية، عمرك ما هتبدأ. كل اللي محتاجه إنك تبدأ، حتى لو مش جاهز، حتى لو كل حاجة مش كاملة. إحنا عايشين في عالم بيقدس الكمال. السوشيال ميديا بتورينا أجمل اللحظات، أجسام مثالية، علاقات بدون مشاكل، وده بيخليك تحس إنك لو مش زيهم يبقى أنت فاشل. لكن ده مش حقيقي. حتى أنجح الناس عندهم عيوب وبيغلطوا. الفرق الوحيد إنهم بيكملوا رغم الأخطاء. طيب، إزاي تخرج من فخ الكمال وتبدأ فعلا تحقق تقدم؟ أول خطوة: ابدأ قبل ما تكون جاهز. صدقني، مش هتحس إنك مستعد 100% أبدا. ابدأ بخطوة صغيرة حتى لو كانت غير كاملة. تاني خطوة: ركز على الاستمرارية مش الكمال. بدل ما تستنى الظروف المثالية، اعمل حاجة بسيطة كل يوم. الاستمرارية هي اللي هتبني العادة وتوصلك لهدفك. ثالث خطوة: اتعلم من الفشل. الفشل مش نهاية الطريق، هو جزء من الرحلة. كل غلطة بتعلمك حاجة جديدة. زي الطفل اللي بيتعلم يمشي، بيقع كتير بس في الآخر بيتعلم ويقف على رجليه. افتكر دايما، الكمال وهم، والتقدم الحقيقي بيبدأ بخطوة غير كاملة. ابدأ النهاردة حتى لو البداية مش مثالية. كل يوم خطوة بسيطة هتقربك من حلمك أكتر. لو استفدت من الفيديو، شاركه مع حد ممكن يكون محتاج يسمعه، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. وافتكر، التقدم أهم من الكمال، والرحلة بتبدأ بخطوة واحدة. خدها دلوقتي.